0 المية، زي ما اتكلمنا امبارح، مش واعي على سلطان اسم الله اللطيف. اسم الله اللطيف من الأسماء الكبيرة اللي مسؤولة عن فكرة التدرج. اتوسع بتدرج، اتطور بتدرج. خلي عندك تلطف بنفسك، وليتلطف ولا يشعرن بهم احدا. مش كله بسرعه 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 بسرعه، مفيش تارجت انت رايح له. انت قاعد بتتطور بالتدريج. حتى لو عندك تارجت عايز توصل له، ابدأ اتحرك فيه بالتدريج. واحترم ان ربنا من عليك ورزقك. الحمد لله انا كنت 0 بقيت 10، برافو عليك، شكرا. بعد شويه والله الحمد لله بقيت 15، بقيت 17، بقيت وات ايفر. انت قاعد بتتطور، بتتحسن، بتتطور. لما ابقى في الوعي ده، انا كده بدخل في وعي سلطان الاسماء الحسنى. كل ما بتطور نفسك، علاقتك بالأسماء وحصتك من الأسماء بتبدأ تزيد وتزيد وتزيد. مع الوقت هتبدأ تحس بأمان ملوش لوجيك. انت مطمن عشان اختبرت وحاجات حصلت، اختبرت وحاجات حصلت. بعلم الناس في الكورس ان لما تبدأ يبقى عندك مشكلة او تحدي، تيجي تدعي ربنا باسم معين من اللي بنتعلمه، وتبدأ الحاجة تحصل، ابدأ قول صدق الله. لأن ده أحد المعاني الكبيرة في فكرة إنك تفعل الاسم بالذكر، إنك تذكر ربنا. تذكر ربنا بمعنى، ربنا بيقول لنا واذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. مش معنى إن أنا بقول مثلا أنا ابن فتيح، 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 انا كده مش بذكره. انا كده بقول انا فاكر والدي لما عمل معايا كذا. انا فاكر والدي مره جاب لي كذا لما كنت صغير، كان بيعديني الشارع، والله ده مره مش عارف ايه، الله يرحمه فانا قاعد بذكر اللي عمله معايا. هات سيره ربنا في النعيم اللي بيحصل في حياتك، في الحاجات اللي بدأت تحصل في واقعك، في الأشياء اللي ما كانتش موجودة وبدأت تحصل. ابدأ أدرك الوعي ده بالتدريج. فأنا بالطريقة دي، لما ما كانش عندي الشيء ودعيت ربنا فالشيء حصل، محتاج انتبه ان الشيء ده حصل. الشيء ده حصل فهو ما كانش موجود، فانا اتصلت باسم من اسماء ربنا فالحاجة حصلت. احد الالعاب الشيطانية الاحترافية انه بيجي يقطع الوصلة دي، ان انت تبدأ تركز اكتر مع اللي حصل وتنسى حصل ازاي. الحمد لله يا رب، شكرا ان انا الحاجة جت، واروح في الحاجة. مش بقول ان لو ربنا رزقك بحاجة ما تبقاش تستمتع بيها، استمتع بيها وانت واعي انها متصلة ازاي. زي ما اتكلمنا امبارح، استمتع بالثمرة وانت شايف البروسيس اللي جت منه. فانا موصول والشيء موصول. فربنا رزقني بنعمة، استمتع بيها وخليك واعي على انه رزقك بيها، لان ده اللي هيفك مع الوقت التعلق بالنعم. انا هستمتع بالنعم بس مش متعلق بيها، لانه لو النعم راحت لاي سبب، ما هو اللي رزقني هيرزقني تاني وتالت ورابع وخامس. مش لازم كل مره افضل اعيد وازيد في نفس اللعبه. خليني احكي لكم قصه حصلت معايا وبحكيها للناس في الكورس، خليني احكيها لكم هنا. في بدايه تعلمي للوعي ده ودخولي فيه واني واحده واحده ماشي فيه، مريت بموقف. مره كنت بمر بمشكله ماديه كبيره، وبعدين يا رب يا رب ارزقني، يا رب انا عندي تحدي وعندي كذا وعندي كذا. في اللحظة نفسها راح اتصل بيا واحد وقال لي يا أيمن، أنت كنت عملت لي مش عارف إيه الفترة الفلانية وكنت عايز مني فلوس، معلش أنا آسف اتأخرت عليك، قول لي أبعتهم لك إزاي. أنا قلت أيوه، أيوه، شكرا، الحمد لله. فرحت سائل نفسي، أيمن استنى، ستوب ستوب ستوب. هو أنت قلبك دلوقتي ارتاح واسترخى واطمأن ليه؟ عشان الفلوس؟ الأزمة اللي كانت عندي لقيت الفلوس، ده مش معناه غلط، حلو. بس انا قلت لنفسي كده ساعتها، قلت ايمن قول الايه صح اللي انت مصدقها. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الفلوس، الا بذكر الفلوس تطمئن القلوب. انتبه. انت ما خدتش بالك انك لما دعيته فجابها لك. افرح باللي اداهولك، بس خلي بالك من الاتصال ده. خليك واعي على الاتصال ده، عشان هو ده اللي بيخلينا بعد شوية لو مريت بنفس الموقف، انا فاكر عمل ايه معايا، فانا مطمئن مش علشان الحاجة معايا، انا مطمئن عشان انا واعي على المعايا. فالحاجة هتحصل بطريقة سواء انا واعي عليها او مش واعي عليها، من حيث احتسب او من حيث لا احتسب. وده اللي خلى سيدنا موسى
لما كان قاعد يتطور 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 لغايه لما وصل للحته دي، انه في سيتويشن وفي موقف ما فيهوش اسباب تقول انك هتنجو. الدنيا بايظه، انت قدامك بحر، اللي معاك كذبوك، وراك فرعون وجنوده. ولما يطلع فرعون، يعني البلد كلها طلعت، يعني مش فرق، مش ما بعتلوش كتيبه، ده فرعون شخصيا طلع، فالبلد كلها طالعه هتموت الراجل ده او هتقضي عليه. فالناس كلها مرتبكه في اللحظه دي. انتبهوا جدا للي هقوله. من اخطر الحاجات في الحياه يا جماعه انك تاخد قرار وانت غير متزن مشاعريا. لما تكون غير متزن مشاعريا، ستوب لاي قرار. ارجع لحالة التوازن وبعدين شوف هتعمل ايه. في ناس خسرت وانهت علاقات وعملت حاجات عشان قررت في لحظة هو لم يكن متزن فيها. لما رجع لتوازنه قال ايه اللي انا عملته ده. احتراف اللعبة دي. ليه بقول الكلام ده؟ لان الطاقة تجذب مثيلتها. لو انا مضطرب هشد افكار مضطربة، لو انا خايف هشد افكار تخوفني اكتر، لو انا مطمئن هشد افكار تطمني. فاللي حصل مع سيدنا موسى في هذا الموقف، كل حاجة تدعو إلى الاضطراب. قال كلا إن معي ربي سيهدين. أيوة، يعني هيحصل إيه؟ أنا ما أعرفش، بس أنا عارف إن معي ربي سيهدين. أيوة، يعني إيه الأسباب حضرتك؟ أنا برضو ما أعرفش. أنا ما أعرفش. أنا أعرف إن في كونكشن. أنا أعرف إنه شايف ومطلع. أنا أعرف إن مفيش حاجة بتحصل إلا بعلمه. هو ده اللي أنا أعرفه. هيرزقني بإيه؟ أنا مصدق إنه هيديني داتا تناسب وعي ومرحلتي. لو طبقتها هطلع من الحتة دي. هو ده الحتة اللي أنا بقول عليها، إنك أنت بقيت كونكتد، أنت بقيت طيب، أنت بقيت واعي على ده. لما بنوصل للحتة دي بيبدأ يحصل لك حالة من الطمأنينة اللي ملهاش لوجيك. لأن معظم الناس بتأخذ الطمأنينة، ده مش غلط، دي مرحلة وعي محتاجين واحدة واحدة نتطور فيها. حتى لما نتطور هنكتشف إن إحنا لسه عندنا حتت في حياتنا في الحتة دي، إني باخد الطمأنينة بتاعتي من الرقم اللي عندي، من الصحة بتاعتي، من عيالي حواليا، الناس بخير، ده كويس. وده مش غلط وده رائع، بس محتاج تشوف اللي وراه. والله من ورائهم محيط. ان ربنا محيط بالداتا بتاعتك كلها، عارف اللي بيحصل لك. فانت لما هتتصل بيه هيبدأ يديك على قدر جاهزيتك، مش على قدر رغبتك. لان انت احيانا ممكن تكون ترغب في شيء ولو حصل لك يحدث لك خلل لانك مش واعي. ارجعوا للقاء بتاع امبارح. ان انا محتاج استرخي واطمن. كل ما بسترخي واطمن واقدر استقبل الاسباب والداتا اللي ربنا هيبدا ينورها لي ويفتحها لي، وابدا اطبقها بالتدريج 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 بالتدريج، ببقى متناغم مع هذا الوعي الكوني ان بيبدا يحصل لي اتساع متدرج. اتساع متدرج. اتساع متدرج. يقين متدرج. ايمان متدرج. واحده 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 واحده، لغايه لما بتوصل لحته ان علاقتك بهذا الاله بتبقى علاقه قويه، علاقة متينة، مش مبنية على معارف فقط، مبنية على حاجات انت عملتها واختبرتها واشتغلت معاك فاطمنت له. زي ما بقول، لا الراجل ده لا يمكن يخونني، الراجل ده انا اتعاملت معاه بقالي سنين يا عم بتعامل معاه، مش مهم يدفع النهارده يدفع بكره، احنا عارفينه. غير لما بتعامل مع حد لاول مره، مش معنى ان لما بتعامل مع حد لاول مره خلاص لا، انا واعي بس محتاج امر معاه بتجارب لغايه لما يطمئن قلبي. الطريقة اللي ربنا بيعلمنا بيها أحد الطرق الكبيرة من اسم الله العليم، التجارب. إن أنا لما أحب أتعلم مش بس معايا معلومات، عندي تجارب جربت بيها هذه المعلومات جابت نتائج، فبدأت أصدق أكتر. ولذلك من الأسماء الكبيرة جدا لربنا اللي عايز أشارككم بيها النهاردة بشكل بسيط، اسم ثنائي عميق جدا: غفور شكور. الاسم ده انا كنت عارفه بس ما كنتش واعي قوي على العمق بتاعه اللي هقول لكم على جزء منه دلوقتي. وفي الحقيقة الاسم ده ظهر لي مرة في مديتيشن. في احدى المديتيشنز اللي بعملها لقيت الاسم ده قاعد يطلع قدامي. بعض الناس ممكن يكون عندها يعني تحديات مع المديتيشن، او لا المديتيشن، او مش عارف ايه، او ايا كان ايا كان. عايزكم بس بالتدريج تبداوا تصدقوا يا جماعة ان احنا مش عايشين في واقع مادي بس. يعني هي قصة مش كده. الداتا اللي احنا بنتعبد بيها لربنا هي ما جاتش من الواقع ده.
يعني سيدنا محمد ما جالوش القرآن من واحد جه قعد معاه قال له بص ربنا بعت لك ده، جاله من كائن من بعد تاني واداله داتا، والنبي صدقها وقالها للناس، والناس اللي كانت بتاعة اللوجيك قالت على الراجل ده ساحر كاهن مجنون. وباللوجيك هم عندهم حق. يعني باللوجيك احنا لو دلوقتي قاعدين وجاء قالوا لنا يا جماعه في واحد كده طلع على جبل وقعد كده يعمل شويه مديتيشن وتاملات معينه، فنزل عليه كائن من بعد اخر وقال له ده كلام من عند ربنا، وجاي يقول لنا ربنا بيقول لكم كذا، نقول له طبعا ده حد بيهبط، يا عم بلاش وجع دماغ. هم عملوا كده حرفيا، لان القصة انا مش قادر ابقى واعي على ان في بعد اخر مش مادي بس بيضبط هذا البعد المادي. عشان كده عندنا بعد فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، مين الذين يؤمنون بالغيب. ايوه ايه بقى حضرتك، انا ما اعرفش. انا بدات اصدق، ودي رحله متدرجه، انا بدات اصدق اه اوكي ان انا ممكن ربنا يبعت لي داتا. لان احنا عندنا احيانا لا اصل انا شفت في المنام حاجه كده. يا عم منام ايه تبقى تتغطى وانت نايم؟ يعني عندنا من القدره ان احنا ننهي وعي معين اتغطى وانت نايم. ويعني عايز اقول لكم يعني معاشر الاحباب وايها الساده المستمعون، حتى الان العلم لم يصل الى معلومه لماذا الانسان لما يتغطى وهو نايم ممكن يتحكم في احلامه. يعني احنا بنصدق قوي في اللي بيقول لك اتغطى وانت نايم، فهو خلاص يعني احنا صح اه صدق والله صح. هبقى اتغطى وانا نايم. فانا كل اللي انا شفته ده كلام فاضي مع اني شفته. ايوه بقى مين اللي شافه؟ انا شفته وانا اتكلمت وجات لي داتا وحاجات معينه، ولا بس هو خلاص انهي هذا الحوار تبقى تتغطى وانت نايم. ده طب تمام هتصدق شكرا فعلا انا كنت مش متغطي امبارح، مش عارفين ايه العلاقه بس تمام، بس انا ممكن اصدق ان لو اتغطيت هتحكم في الحلم، لكن اللي شفته ده مش مشكله. فاللي عايز اقوله ان احيانا يا جماعه في رسائل بتبدا تجي لنا بطريقه معينه محتاج بالتدريج، بالتدريج ابدا اصدق. مش هجبر نفسي عليها بس ابدا اصدق. فاللي حصل معايا في احدى التاملات، فقعد الاسم ده يردد، والناس اللي بتدخل سلطان الاسماء كل اسم بنعمل له ترد مديتيشن معين وتامل معين وتطبيقات عمليه وتطبيقات طاقيه لغايه لما ابدا بالتدريج اصدق. وبعد شويه تبقى علاقتنا بالاسماء، واصلا بنشوف الايات بطريقه تانية خالص، ونشوف كميه الاسماء اللي موجوده في القران. ايه ده ايه ده ايه ده، كنت واخد بالي من كل ده. غفور شكور، الاسم ده بيعمل حاجة عجيبة وكبيرة جدا جدا جدا. اسم الله غفور شكور زي ما اتفقنا دول مش اسمين، ده اسم بيفعل شيء، بيشغل شيء. ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ركزوا في اللي هقوله، في فرق يا جماعة ما بين الرزق والفضل. الرزق إن ربنا يرزقني، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل حاجة بترزق يعني. بس إن ربنا يديك من فضله، في فرق ما بين اني باخد رزق واني باخد الزيادة. الآية هنا او الاسم ده هو مش بس بيدي من الفضل، لان احنا عندنا في اسماء اخرى مسؤولة عن الفضل زي اسم الله ذو الفضل العظيم. وعندنا اصلا ربنا بيدينا اشارات. جمد قلبك وانت بتسأل ربنا. يعني احيانا يا جماعة احنا بيبقى عندنا علاقة كده ان العطاء حلو والاخذ وحش، اللي بيدي كويس واللي بياخد ضعيف. فاحنا بتوع عطاء، احنا مش بتوع اخذ. احنا يا ابني ما بناخدش، احنا يا ابني بندي. ده وعي مش وحش بس هو غير متزن. كأني بقول انا الفترة اللي جاية هبقى بتاع زفير، بس انا مش هاخد شهيق، انا ماليش دعوة بالشهيق، انا بتاع زفير. ومعلومة ليكم يعني قلتها في بعض الأماكن بس خليني أقولها هنا، الناس اللي عندها وعي العطاء أعلى من وعي الأخذ عندها مشاكل في التنفس. تعرف تطلع زفير بسهولة وما بتعرفش تاخد شهيق بسهولة. عندي مشكلة في الأخذ. الاتزان، ان عندي قوة في الاخذ وعندي قوة في العطاء، اني بعرف اعمل الاتنين، ان احنا طول الوقت بنعمل الاتنين بحالة متزنة. وانت نايم بتاخد شهيق وتطلع زفير، وانت ماشي بتاخد شهيق وتطلع زفير، وانت بتجري ده بيزيد اكتر، لو عملت مجهود اكتر الاتنين بيزيدوا مع بعض اكتر. انا مش بتاع زفير ولا بتاع شهيق، الاتنين حالة توازن. فكل ما ابقى واعي اني اخد، خذ الكتابة بقوة، خد، وافق على الأخذ. ربنا بيقول لنا واسألوا الله مش من رزقه، من فضله. اطلب، خد، بس خلي عندك كباست، لأن لما ما بيبقاش عندي هذه السعة
بص لا يعني مش هطلب قوي بصراحة، يعني اللي هو احنا عندنا في الحياة ساعات احيانا تبقى حضرتك او حضرتك عاملين يعني وليمة كبيرة وعزومة وجايب عدد من الناس وصارف ومكلف، وبعدين الناس تقول لك كتر، لا والله ما عملتش حاجة يا سيدي، شكرا، لا 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 لا. يا عم خد حتى الشكر، خد الشكر، وافق انك تتشكر، وافق، لا 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 لا. استقبل، بدل ما تقول لا اقول لهم والله انا مبسوط جدا ان الموضوع بسطكم، انا فعلا يعني كنت عايز ابسطكم ومبسوط ان ده بسطكم. انا موافق اني اخد، في ناس كتير جدا عندها قيم عظيمه بس ما بتاخدش. مع الوقت القيمه دي بتضعف. قيمه عشان تبقى اقوى محتاج تغذيها. يعني كان بقى في برنامج متخصص جدا اسمه اكسبانشن بعمله للناس اللي عندها بيزنس. الفكره هنا ابقى واعي ان ازاي يبقى عندي اخذ وعطاء. فربنا بيقول لنا واسالوا الله من فضله. اطلب من فضل، اطلب يا رب اديني اديني كمان. ولما ربنا يديك اشكر واطلب. اوعى تفتكر انك لما بتاخد اللي عند ربنا بيقل، لان ده وعي ارضي عندنا. ان كيلو الموز اللي بابا جابه، الام بتقول لولادها ده مش غلط، يعني ده وعي صحيح بس هو ارضي. حبيبي سيب موزتين او ثلاثة عشان لسه بابا واخواتك ما كلوش. فانا بدأت اتبرمج اني باخد من مصدر محدود، فلو خدت اكتر المصدر ده هيقل، فالباقي مش هياخد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. بالعكس انت كل ما تاخد كل ما بيزيد المصدر. يعني اديكم مثال، الام لما بتيجي ترضع ابنها، اول ما بتجيب البيبي بتبقى حاسة إن كمية اللبن اللي متدفق من الثدي بتاعها مش هيكفي الولد ده. ده احنا مش عارفين مفيش لبن بينزل، ومشكلة هو في الحقيقة هو مفيش لبن بينزل لأن هو قوته على الأخذ لسه مش عالية، هو احتياجه شوية صغيرين دول. لما قوته على الأخذ بتزيد اللبن بيتدفق أكتر لدرجة إنه بيبدأ أحيانا يطلع كميات لبن أكتر، فتصحي الولد من النوم وتقول له تعالى حبيبي كل أنت شكلك جعان ونايم. اللحظة اللي بتقرر فيها الأم إنها تفطم الابن بتبدأ تخليه يقلل فاللي عندها يقل، تخليه يقلل فاللي عندها يقل. فالأخذ والعطاء موضوع تفاعلي. فلما تطلب من ربنا وجاهز إنك تستقبل، ربنا بيديك. وتكون من الشاكرين وموصول هيديك أكتر. وتبدأ تدور الطاقة دي أكتر وتدور الوعي ده أكتر وتعطي الناس أكتر وتستقبل ناس أكتر. ودي المعضلة اللي كتير من الناس ما بيفهموهاش، ان يقول لك ازاي يعني الراجل ده بيعمل بلاوي سودا وربنا موسع عليه. اللي انت فاهمه انك بتبقى فاهم ان الفلوس او التدفق المادي هو انا عايز فلوس يا رب، انا عايز فلوس، بس هذا الشخص هو بيدور الفلوس. هو عنده 10 و20 و30 وألف واحد بأسرهم، فهو الفلوس دي مش داخلاله شخصيا، هي الفلوس بتدور من خلاله الأسر وحاجات، فهو مصدر نفع. حتى لو عنده مساحات فيها خلل ده موضوع، وعنده مساحات فيها خير تاني، انتبهوا للنور والظلمات. فلما بتصل بهذا الاسم غفور شكور بيحصل تنظيف للعمق وزيادة في النور، الاتنين. فربنا بيقول ليوفيهم أجورهم، مش ليأخذوا أجورهم، يوفيهم. ان الحاجة استوفت يعني خدت اقصى حاجة تقدر تاخدها، ويزيدهم من فضله، مش يزيدهم من رزقه، يزيدهم من فضله. ليه؟ لان الغفور بينظف فبيفتح مساحة اكبر. انا لما بستغفر ببقى جاهز اخد اكتر. لو انا دلوقتي طالب مثلا انتريه جديد، بس مش عايز اسيب الانتريه القديم خليه، فهحصل ايه؟ هحشر الحاجة. فلو عايز ادخل حاجة جديدة واقعي مش هعرف. فأنا محتاج أنظف وأوسع عشان أستقبل أكتر. فالغفور بينظف والشكور بيزود. الاسمين دول لما بيخشوا مع بعض بيعملوا طاقة عالية جدا، إني أقدر أستغفر وأستقبل وأشكر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. طب ما كان يرسل قبل كده ليه دلوقتي؟ لأنك ما عندكش مساحة تستقبل فيها الرزق ده. انت بتقول عايز بس ما عندكش مساحه. انت عاوز بس ما عندكش مساحه، وناس كتير بتلعب اللعبه دي، انتبهوا جدا. فناس كل انا ما حدش بيساعدني، انا بعمل طول اليوم الاكل لوحدي، فيخش ابنها او جوزها يساعد، بس انتوا بتقلبوا الدنيا اطلعوا يا طب يا ست عايزه ايه؟ فانا محتاج ابقى فاهم اني محتاج افتح مساحه عشان استقبل. فغفور وشكور، الشكر يؤدي للزياده والمغفره بتعمل فتح.
فالاسمين دول لما بيخشوا مع بعض، المساحات اللي في حياتك والمساحات اللي في وعيك والمساحات اللي في علاقاتك اللي عايزها يحصل فيها تدفق كبير، محتاج تركز مع الاسم ده: غفور، شكور. إني قادر أجمع ما بين وعي المغفرة ووعي الزيادة في اسم واحد. الاسمين دول لما بيخشوا مع بعض بيتفتح سلطان كبير. الاتنين أكني بالظبط، بدل ما أنا كنت متعاقد مثلا مع شركة هتيجي تنقل لي الانتريه اللي عايزه، لا، هي الشركة بتوفر لك خدمة: هناخد القديم وننضف لك تحتيه ونوسع المساحة ونجيب لك الجديد. فاحنا بننظف وبنزود، بنعمل الاتنين في واحد. فلما تتصل بهذا الاسم غفور شكور، بيبدأ يحصل هذا الوعي في حياتك. كل ما تبقى واعي اكتر على الحتة دي، زي ما اتكلمنا امبارح، بتبقى طيب اكتر، بتتمدد في الباطن، بتنظف في الباطن، تتجذر في الباطن، بتحترم الباطن، وبتتوسع في الظاهر. وعلى قدر سعيك داخليا، على قدر اتساعك خارجيا. الناس اللي احنا بنشوفها بيحصل لها الموضوع بسهولة، فبنقول يا ابن المحظوظة. في لقاء كنت عامله اسمه الحظ العظيم. حتى الحظ ده الاستحقاق: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكل ما يبقى عندك هذا الوعي وجاهز تستقبل ومش بتضطرب من الرزق لما بيزيد، لأن في بعض الناس يقول لك لا عادي على فكرة، هات بس أنت الفلوس ما تشغلش دماغك. لو دلوقتي حالا حالا وأنا بكلمك ربنا رزقك مليار، هترتبك: احطهم فين؟ احطهم في بنك؟ يا لهوي، هيقولوا جبت فلوس منين؟ احطهم في بيت؟ طب يعني هقول للناس ايه؟ طب هعمل ايه؟ طب انا مش جاهز استقبل. لكن لو انت اوريدي مثلا حد شغال في مشاريع وحد عنده بقاله فترة شغال، فالرقم ده بالنسبة له ما بيوترهوش. وهو مش بيقول انا عايز الرقم ده علشان بس انا، هو فاهم الرقم ده لما يدخل واقعه هو بيعمل بيه ايه. هو عنده طاقة تدويره، هو واعي عليه، عنده مساحة يستقبله. كل لما بتصل أكثر بأسماء ربنا، كل ما وعي بيتسع أكتر، كل ما بشوف إن كل حاجة ينفع تحصل لما أؤتى الأسباب وأبدأ أطبقها. بيبدأ وعينا بالتدريج يتدفق. فأي حد عايز يحصل هذه الزيادة في حياته، أدعوكم إنكم تجربوا الاسم ده: غفور شكور. ممكن أكون اتكلمت كتير النهاردة، خليني بس أقول لكم يا جماعة: دايما الداتا متاحة، وفي رزق دايما ربنا بيبعته للناس، وفي داتا موجودة. ولكن لو انت سمعت كلامي فقط لمجرد انه الله كلام لذيذ ظريف يعني حلو وبس، هتكون في شوية معلومات حلوة سمعتها. لو بدأت تاخد من هذه الداتا اللي تقدر تطبقه على قدر سعتك، هو ده اللي هيخلي واقعك يبدأ يتسع شوية. ولذلك بكل وضوح أنا بدعوكم، الناس التي لم تمر بتجربة سلطان الأسماء الحسنى المستوى الأول، احنا فاتحين الباب للحجز. فاللي عايز يدخل يشارك في هذا البرنامج هيمر بتجربة عميقة جدا جدا جدا، ومهما كانت ظنونك أنا بوعدك إنها هتبقى أكتر. ده مش كلامي، ده كلام يمكن أكتر من 500 حد قبلك مر بهذه التجربة. رحلة متدرجة حرصت فيها إنها تكون لمدة 10 شهور، وإن كل لقاء بيتفتح بشكل أسبوعي، بيتفتح لقاء مادة علمية، بيتفتح معاه تمرين مديتيشن. وكل شهر بلتقي بيك، لو عندك أي سؤال أو أي حاجة ببقى موجود معاكم زي دلوقتي لايف مع الناس المشتركين، ونتعمق أكتر وأكتر وأكتر مع ناس سبقوك في التجربة وناس لسه داخلين التجربة. فبتدخل كوميونيتي. قصة مش قصة إنك تاخد معلومات وتمشي. قصة تاني، زي ما بقول لك عشان تتعلم سباحة انت محتاج حد يبقى موجود معاك يقول لك اهدى شوية، هدي شوية، افرد جسمك، ايوه تمام كده، برافو عليك، استمر بالطريقة دي. بعد شوية بيبقى ده اللايف ستايل بتاعك. انا بقيت مصدق، انا بقيت مؤمن، انا بقيت مطمئن. ولذلك اي حد حابب انه يخوض معانا هذه التجربة، ادعوك بكل حب انك تشارك معانا التجربة دي. هتلاقوا الرقم موجود، عايز يتواصل اهلا وسهلا بكم. بعض الناس ممكن يقول لا بصراحة أنا مش هيكون مناسب ليا أدخل هذا البرنامج. مفيش أي مشكلة، أدعوك اسمع اللقاء مرة واثنين وثلاثة وأربعة، شاركوا مع حد يمكن يكون ليه رزق معين. شوف الداتا اللي موجودة دي، اشتغل على نفسك بيها أيا كان. حرصت إني أديك من كل قلبي اللي أقدر أوصله لك النهاردة. ربنا يجعل لك فيه كل الفتح والخير والرزق. خليني قبل ما أختم هاخد
بعض الأسئلة لو ناس حابة تسأل بعض الأسئلة. اتفضلي يا جيهان. أنا ما عنديش سؤال. بس حسيت إن من واجبي يعني اللي بيسمع حضرتك لأول مرة إني أتكلم في حق الكورس اللي حضرتك بتتكلم فيه. هو رحلة زي ما الكوتش بيقول، ما هياش رحلة كده يعني سفر وبنسافروا وخلاص. لا، إحنا بنروح مع الأسماء. في كل أسبوع بيبقى فيه اسم، وكل أسبوع بيبقى فيه تفاعل مع الدنيا من تحت سطح، يعني تحت مظلة هذا الاسم. الحقيقه دي سمه موجوده مع كوتش ايمن على طول، في الاسماء، في المفاتح، في اي حاجه، حتى في الريست. فبيبقى في تفاعلات مع الدنيا كده تحت مظله الاسم، وبنعرف وبنقدر نعرف يعني ايه هو الاسم ده بالظبط، وبنختبره وبنبدا نكون عنه فكره، ويبدا يبقى في بيننا وبين الاسم ده علاقه. رحله الاسماء الحسنى الاولى، انا واخده اخدت الرحلتين الاولى والثانيه. رحله الاسماء الحسنى الاولى والثانيه بالنسبه لي يعني كانت نقطة أو زي ما بيقولوا كده، اللي هي مش عارفة اسمها إيه دلوقتي، بس هي اللي غيرت حياتي كلها، يعني حجر الزاوية زي ما بيقولوا كده. غيرت الحياة كلها، وغيرت النظرة للحياة، وغيرت النظرة للإيمان، وغيرت النظرة للعلاقة بالله، وغيرت النظرة للعلاقة بالناس، غيرت النظرة للعلاقة بالأولاد، غيرت النظرة بالعلاقة بالزوج، بالوالدين. يعني هي بصراحة رحلات بنخوضها مع كوتش أيمن بتوصلنا يعني ممكن سامحوني في اللي انا هقوله زي كوتش ايمن كده، بتوصلنا لابعاد عمرنا ما كنا هنتخيل ان احنا نوصل لها. وربنا يبارك في حضرتك وربنا يرزقك الخير والوسع من فضله. شكرا يا جيهان، استقبل. الله يوسع عليك ويبارك لك. شكرا يعني للكلام الجميل ده. الله يوسع عليك دايما يا رب. دكتورة ليلى. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيكم؟ اهلا ازيك يا اهلا. ايمن؟ الحمد لله ازيكم تمام. جميعا؟ انا عايزه اولا اشكرك طبعا. وانا حضرت يعني سلطان الاسماء في المستوى الاول والمستوى الثاني. بس انا النهارده جايه علشان اقول لك تجربه. وسبحان الله ان هي يعني اكتوالي مش تجربه، هي تجلي لاسم من اسماء الله. واشارك بيها الناس. وسبحان الله ان انت وانت بتشرح قلت الاسم وقلت المثال ده. اسم الله حميد مجيد، واسم الله لطيف خبير. وانا النهارده كنت مع بابايا ومامتي، وبابايا ضاعت منه المفاتيح العربيه. فاتعصب واتنرفز، وفين المفاتيح والعربيه وهنروح ازاي ومعناش عربيه تانية. فقلت له طب خلاص اهدى خالص وانا هدور عليهم. فبدات ادور عليهم وادعي ادعي ادعي ادعي. وصدق الله الحميد المجيد، لقيت المفاتيح الحمد قدامي لله. سبحان الله في مكان غريب جدا محدش يتوقع خالص ان هي تكون موجوده فيه. ولقيتها قدامي، برفع عيني لقيتها على سور الفيلا. والحمد لله رب العالمين، وصدق الله الحميد المجيد، لطيف خبير. وشكرا لك يا ايمن. شكرا شكرا. الله يسعدك ويبارك لك يا رب. صدق الله. جزاكم الله خيرا. وفعلا والله يعني حضور الكورس بالمستويين لايف تشينجينج، فيعني ما تسيبوهوش. الله يسعدك يا رب. ربنا تسلم يا يبارك رب. فيك. شكرا شكرا. طيب يا لولوى، نختم بيك النهارده ان شاء الله. السلام عليكم، مساء الخير. مساء الورد. يعطيك العافية أستاذ أيمن. أنا ما عندي سؤال، أنا بس حابة أكون شاهد برضو من الله الله. الكورس السلطان الأسماء. الواحد اللي قرب يخلص وما على يعني مستنية نبدأ أسماء الله الكورس 2 إن شاء الله. أنا من زمان صراحة بدور على أسماء الله الحسنى، وقعدت أدور وأقرأ وأبحث، بس الطريقة اللي أنت بتعملها بصراحة غيرت منظوري تماما وقربتني لربنا أكثر فعلا. فحتى لما بقرأ القرآن، لما بقول الأسماء نفسها، بحس بسلطانها فعلا في حياتي وحولي ومع أولادي ومع يعني الناس اللي معايا. ففعلا يعني بتغير واقع حياتي كثير. فأنصح بها جدا 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 جدا. يعطيك العافية أستاذ أيمن. شكرا شكرا لك، شكرا. شكرا، جزاك الله خير الجزاء. شكرا. الله يسعدك يا رب. شكرا يا لولو، وشكرا لكم جميعا. ويا رب النهارده يكون يعني في فتح ونور ورزق للجميع. وكل حد سمعنا النهارده ايا كان، هتقدر تشارك معانا في البرنامج، مش هتقدر تشارك معانا في البرنامج، يا رب يوسع عليكم ويرزقكم كل الخير واليسر والفتح، ويصرف عنكم كل سوء، ويرزق كل حد اللي يتمناه وينويه من الخير بأيسر وأبسط وأسرع وأقرب مما يظن. واشوفكم ان شاء الله على خير في لقاءات اخرى وامور اخرى باذن الله على خير. شكرا لكم، اشوفكم دايما على كل خير، والى اللقاء.